تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غد الثلاثاء أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا بالمرتفعات مع تكون صقيع، علاوة على نزول بعض التساقطات الثلجية فوق القمم التي يتعدى علوها 1300 متر، وأمطار وزخات رعدية محليا مهمة بالشمال والوسط والأطلس وغرب الواجهة المتوسطية. وسيلاحظ نزول قطرات مطرية متفرقة أحيانا بالمنطقة الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، مع تناثر بعض الحبات من الغبار محليا بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد. كما يرتقب هبوب رياح قوية نوعا ما إلى قوية بالمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي والسهول الوسطى والأقاليم الجنوبية. واستراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2 و7 درجات بالأطلسين الكبير والمتوسط، وما بين 8 و10 درجات شمال المنطقة الشرقية وبالريف السايس والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والسهول الأطلسية والأطلس الصغير، وما بين 12 و17 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بالمنطقة الشرقية وانخفاضا ملموسا بجل مناطق البلاد، وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج على الواجهة المتوسطية والبوغاز وما بين طرفايا وبجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان، وسيصبح قوي إلى جد قوي الهيجان ما بين الرباط وطرفايا